يا رجاله عاملين ايه؟ كله قلصته. معايا النهارده احمد السعيد بيرجو، وجه جديد. وجه جديد على اليوتيوب. الراجل ما بيحبش الفيديو رياكت، بيكرهه، بس انا يعني هو مضطر انه يعمل فيديو رياكت معايا دلوقتي. انت بتعمل فيديو انا رياكت؟ بعشق الفيديو رياكت، انا انا اصلا عارف. محتوى يعني رياكت. مم. حاول تغير، حاول تلاقي حاجه. شوف لي محتوى، حاول تلاقي محتوى، شوف لك حياه. شوف لك حياه. المهم بيرجو طبعا، انت مش كده، انت شكلك غني يا بيرجو، مش عارف يا اسطى دي اوضه واحد غني. شكلك غني. شكلي انا دي على فكره بتسبب لي مشكله. يعني انت شكلك الطبيعي غني. يعني انا لما ببقى بركن العربيه انا ما ينفعش اقول ان انا معايا عربيه، صح؟ عشان لما كده بركب عربيه دي انت بوظت الفيديو. والله بلاقي واحد بيجي يقول لي يا بيه، انا مش بيه. بيه؟ والله ده ليه شكلي غني بلطجي. شكلك غني. لا صدق من غير النضاره جنجستا سيكا. لا لو حد ضايقني، لو حد ضايق الراجل ده هوريه اوضتي. هدخله هنا. المهم يا بيرجو، في ناس على اليوتيوب وعلى السوشيال ميديا عامه دلوقتي شباب كافحين بدأوا ان هم يعملوا شركات صغيره، يعملوا محتوى على السوشيال ميديا، اياد الموجي حاجه زي كده. يعني كلهم شباب. هو انا اللي عملاق؟ مش عارف يا بيرجو، حاسس يا جماعه انا 180 سم. على فكره احنا مش مصورين الفيديو في نفس اليوم. هو بس ايام تانية. في فيديو عندي غالبا ده ممكن ينزل قبل التاني اصلا. ده بص، ده اول فيديو نصوره. ده اول فيديو نصوره. في فيديو عندي انا احمد السعيد بقدم فيديو، خش اعمل له سبسكرايب. بقدم محتوى كوميدي ترفيهي بيضحك ساره. تعالوا بقى في المكان التاني. المهم يا بيرجو، ناس كده عيال غلابه زي اياد الموجي عملوا شركات صغيره من الصفر، بدأوا من الصفر. في فيديو بقى عايز اوريهولك، اوريك. ماشي. انا افتح لك وانا موبايلي فين؟ احنا بنصور بيه زي شركه. لا ركز معايا. ماشي. ايه الشركات اللي تعرفها، اللي هي شركات المحتوى اللي على هو طبعا اول حاجه هقولها لك اللي هي بلايند ديت شو. الشركه اسمها ايه؟ بنج سيركل. بنج سيركل. انا بالنسبه لهم ديب اند ديب بتاع الحلويات. في هو انا ليه فاتح السيرش؟ زياد زوزو. انت تخليه في وشي وانا بصور. زياد زازن لوحده شركه برضو، ده اللي لوحده حمله. حاجه انا بحبه. بتحب زياد زازا؟ انا حاسس ان انا مش، وانا بحب زياد زازا. بحب زياد زازا بجد يا اسطى. بعدين ده التويته اللي هو نزلها دي تخليني اصلا خايف. بص طب اطلع بس عشان ماشي. في بقى شركه بيس كيك اللي هم العيال التخان. ايوه العيال اللي هم المليانين شويه دول. شكلهم محترم، شكلهم محترمين اغنياء، جدا. شكلهم غني. في صاحبه اسمه مروان تقريبا، مروان الامام. عمل الشركه دي طبعا من تحت الصفر، وحكى في مره. هجيب لك الفيديو. يعني احنا مبسوطين ان احنا في الاول جبناكوا، اللي احنا بنساعد الشباب الصغير بيبداوا يعملوا شركات ويعملوا محتوى غير هادف بس احسن من المخدرات بكتير واحسن من محتوى الهادف. لا حلو بصراحه. ده بيندب منيري على فكره. حلو. ازاي نبدا شركه صغيره بحاجه بسيطه جدا، يعني 10 مليون جنيه مثلا. تعمل سجل تجاري بطاقه ضريبيه، تروح عند بنك اسكندريه تحت يوم بتدفع 20,000 جنيه في البنك، ده بيبقى اول ديبوزيت عشان تعمل بس السجل والبطاقه الضريبيه. ايوه انا فاهم. استفزك فتحط فيه مثلا فتح الشركه. قصه فتح الشركه. 20,000 جنيه راح دفع وعمل بطاقه ضريبيه من بنك اسكندريه. وصلى الفجر 3 مرات بس. فعمل وعمل عمل دي الحته بتاع زاز زازا، صح؟ مفيش غير دلوقتي. يا اسطى حلو. انا بضحك. ايوه حلو. المهم ده الطبيعي، انت لو عايز تفتح شركه بتروح تاخد 20,000 جنيه من ابوك، تروح تعمل بطاقه ضريبيه. انا عامه لسه بدات من قريب بعد ما عملت فيديوهات تقريبا 6 شهور متواصله، 5 شهور جبت اضاءه. لا والله يعني سوفت بوكس بقى. مش سوفت بوكس، ده كشاف كده. حاطه يعني يا ريتها سوفت بوكس. لا والله مش معايا فلوس اجيب سوفت بوكس. امال انت يا اسطى فلوس اليوتيوب بتوديها فين؟ فلوس اليوتيوب ايه يا اسطى؟ انا نفسي اعرف ايه، انا نفسي اعرف بتاخدوها منين. بناخدوها. لا والله العظيم يا اسطى من ويسترن يونيون. لازم تخلينيش اعيط يا اسطى. انت بتاخد كام في الشهر؟ شهر ايه يا بيرجو؟ ايه ده انت لسه ما قبضتش. هو انت اللي بتعمل $100 كمان شهرين؟ كمان شهرين 3 ده بقى انا كده ظابط الكلام، كده منتظم. اسطى انا اسف. انا اصلا انا بصرف على اليوتيوب. انا يا اسطى انا حزين قوي على اللي حصل. 20,000 جنيه اللي هو رماها دي بالنسبه لي غريبه اصلا. عمري في حياتي ما شفتش 20,000 على الحقيقه. بيدفعوا في بيس كيك 1000. هو اصلا تلاقيه هو قاعدين هو واصحابه، عارف قعده القهوه اللي بتخليك تعمل مشروع. ايوه لا بس يا هو جماعة. عملها نفذ. ده اول هو حد قاموا ينفذ. من على القهوه راحوا دفع بنك 20,000. اسكندريه، قعدوا الصبح غالبا. قام راحوا بنك اسكندريه 20,000 اعمل لي سجل ضريبي. انا ما بحبش الاغنياء بجد. ما تبصش في المرايه. يا اسطى انا مش غني والله. مش بيطلع اشاعه طب بجد. اعمل ايه عشان ما ابقاش غني بجد؟ شكلي قول لي اعمل ايه. مفيش حاجه، انت ربنا خلقك يا ابني، انت جينات، انت عمرك مثلا. انا عايز اقول لك ان انا كنت بتعرض لتنمر في المدرسه ان انا غني فعلا. يعني واحد يقول شوف الواد ده معاه لانشون وانا معيش لانشون، كان معايا جبنه بيضه وخيار.
الخيار اللي هو المفعص. أيوة. ولاقي واحد جاي بيقول لي هات اللانشون اللي معاك وانا معيش لانشون بس انت شكلك واكل لانشون يا بيرجو. بالظبط. انا دلوقتي انا عارف حاسك واكل لانشون. ما انا حاسس دلوقتي ان انت فهمتني. ايوه انت يعني انت عمرك يا بيرجو مثلا كنت هتبقى من الجيزه او من فيصل مثلا؟ انا كنت من عين شمس. انا من عين شمس. انا مولود في عين لا شمس. يا بيرجو لا. محمود محروس، احمد عرابي. بس عامه انت شكلك بجد شكلك مثلا هتطلع في بلايند ديت شو في مره فاهم. وهعرف اسامي الاكل اللي بينزل. هتبقى عارف انت بتاكل ايه. اللي هو ماكارو عادي. انت عارف ان انا عارف الماكارو، الحاجات اللي بينزلوها دي. ماكارو ده بيبقى كيكه صغيره وبتبقى حاجه جامده. انا ببقى عارف المكونات يعني انا الحاجات اللي جواها دقيق وسمنه. لا يعني انا عارف اللي قدامي ده ايه بس اسم الحاجه مع بعض بعرفش. انا مش واصله لي. وعامه بيس كيك بحس ان هم بيروجوا عامه بتحس ان هو ايه البت هي المسيطره والواد ما يقدرش يقول لها اي حاجه. انا على فكره انا ضد. انا لو هنتكلم بجد انا بحس والله كل حلقات بيس كيك وبلايند ديت شو بيسوقوا للجيل الجديد لان ما فيش حد عنده 30 سنه يفتح الحاجات دي. ان الراجل لازم يتركب. يعني في سؤال مين هيغسل المواعين؟ مين هيغسل؟ لا وبعدين يا اسطى في حاجات كده اللي هو انت عندك صحاب بنات عندي صحابي ولاد بس انا عارف حدودي. في الواد اللي يرد عليها يقول لها ايه لا انا ما عنديش. عندك مشكله مع البيست فريند الولد؟ يقول لها لا انا هقعد معاه اشوفه يا اما يا اما لا وهقول لك. جاي اخطبها فاكر. حضرتك البيست فريند بتشتغل ايه بقى؟ طب ناوي تقدم لها ايه بقى؟ عندك شقه وهو يا اسطى لو بيعترض يعني لو مش عنده مشكله توكسيك وهو نفسه بيقولها بطريقه والله العظيم انا ما عنديش انا مش اللي هو انا مش ضد ده بس برضو الواحد ما يضمنش اللي هو مش عايز يخليها اللي هو صرف لا انا ما اقبلش بولاد في حياتي. ما فيش واحد في واد كان بيقول لها بحب ستايل البنات المحجبات. عايز الصراحه انا لو انا عايز حد يبقى محجب فانا هختار من اول حد محجب اوريدي. ترضى تبقى مع واحده مش انا محجبه؟ بالنسبه لي لا انا بحب الستايل المحجبات اكتر. هو مش عايز حجاب مش عايز واحده محجبه. انا عايز ستايل. ما يقدرش يقول انه انت مش هتدخلوك قدام الشركه فاهم. محجبات ده مفيش واحده. وريني صوره امك كده قبل ما تخش معلش. انا حاسس ان دايما احنا عندنا مش استعارة. صح يا عم بص ده لا سيبك من الصح بس كل واحد ليه رايه وعندنا استعاره من المجتمع. يعني انت لو مشيت مع مبادئ المجتمع انت بعيدا عن المجتمع والدين ناخد بقوانين الفيفا. بس عامه بحس ان مفيش اراء يعني انت مفيش واحد صادف معاكم في بلايند ديت شو ان هو عنده اراء مختلفه. ما حدش راضي. ارجع الواحد دخل المكان ده ما وقفش. لا والله ابدا انا مش كده والله خالص. الفحل الوحيد اللي راح هناك. والله. ودايما تلاقي عندهم ازدواجيه في المعايير. الواد في الاول يقول لها ما عنديش مشكله مع البوي فريند مع الاكس. لا اصلا انا موجود. هي تقول له عندك مشكله ان انا بكلم الاكس؟ يقول لها لا. وفي نهايه الحلقه يقول لها وانت تكلمي الاكس ليه؟ انت عايز ايه؟ هو عايز دايما بحس ان هو عايز يطلع باللي معاه والبنت بوظ الدنيا والواد هو اللي بيحاول يلم الدنيا. ازاي؟ ايه انا اول حاجه افتحها معاك البيكيني. بص عد عندك دياسه اللي هو بوي فريند غيرك معايا عادي ثالث حاجه انا بقبل بالتعدد عامه عادي. وانت لو رفضت انت ريد فلاج. وبعدين هو انت هتسيبني وتنزل تقعد على القهوه مع اصحابك؟ ساره هي تنزل لوحدها. انا مع صحابها. بنزل في بنت اللي هي كانت البنت اللي بتاعت انا بنزل اقعد في مصر الجديده على القهوه مع اصحابي. حاجه الحريري. بنت انا ما اعرفش اسمها بس هي عامه كانت بتقول له هي جايه اصلا هي بتافورت عليه. يعني هي هتديني ايه؟ مش عارف. انا حاسس مع الوقت هنقتنع بده. ده كمان 5 سنين هيبقى ده روتين. نفس فكره بيس كيك. عارف البرامج اللي هم عاملينها هي كلها بتتمحور حوالين ان هم بيرضوا البنت. على فكره انت صح في النقطه دي. يعني بيس كيك عاملين برنامج اسمه تقدم. ده بنت بتختار ما بين 10 ولاد واقفين وفي اللي هو اصلا الاثنين قاعدين قدام بعض بيحاولوا يضحكوها. الراجل ده ان هو طاووس بيحاول يظهر نفسه. ايوه بوس انت زاوج. ايوه يعمل لها كده عشان ترضى بيه. وعندك ايه تاني؟ عندك برنامج اصلي اللي احنا عملناه. بنت بتختار ما بين 7. مش كده عندي برنامج اسمه اصلي اسمه اصلي والله بتاع مين ده يا اسطى؟ كميه دياسه. جايبين لك يوتيوبرز على شويه مش ده بتاع العيال الفقراء اللي هم بيحاولوا يبقوا اللي بيحاولوا يعملوا سايد. أيوة. لا يا ريته بيس كيك ده سايدمنت مش الغلابه. يعني سايدمنت يعني فرع شبين الكوم. ايوه يعني يا ريته حتى الغلابه. حاجه زي اللي هو سبيد. لا زي سبيد ديت شو ان هو بيقلد بلايند ديت شو بس اسوأ. بس بفلوس اقل ب 450 جنيه لمين الدنيا وعاملين واحد اسمه موحى جاب شويه شباب صحابه عشان هو غني. عملوا برنامج. هو واحد اسمه اياد الموجي اصلي بنتين بيجوا يختاروا ما بين يوتيوبرز. انت مدرك؟ بيضحكوها. يعني تساله سؤال واللي على مزاجها وبعدين بتطردوا بره طرده وحشه قوي. اوبجكت. احنا عاملينهم اوبجكت. انا عمري في حياتي ما طلعت بره. هو انت طلعت في البرنامج ده او شلتها في المونتاج ده؟ انا احط حاجات عندي. لا بس معلش دي تفرق السيجما ميل عن البيتا ميل. لا انا اللي كسبتهم. حاسس ان انت يعني اللي هو تدي البنات بتحب اللي هو لسانه معوج. انت من الناس دي. انا لساني معوج مش قصدي اللي هو واد مقطع. حلو انت مش قصدي يقول ايوه وانا لساني معوج.
ايوه انا عارف. هتمسك نفسك. امسك نفسك ده برضو بيقول امسك نفسك اكتر. بمناسبة ان دي كانت اخر مرة نصور من الحلبة المربعة، عملنا حاجة جديدة، جبنا اكتر لاينات كانت عجباكم. انت متخيل الثامنيلز كلها ضحك واسنان باينه وهاي. بص انا بحس ان ده هشام عفيفي. هو هشام عفيفي. هو ده هشام عفيفي مثلا لما كان في ثانويه عامه. مع الشباب. يا بص تعالى اوريك حاجه. امسك نفسك اللي في بص الثامنيل ده كلهم واحد، نفس الدقن ونفس اللغد ونفس كل. وبيروحوا الحلاقه الماسونيه. ايوه بالظبط. بيعملوا نفس الحلقه. كلهم شبه العسيلي. هنقولها تاني. ايوه العسيلي هو الستاندرد اصلا. قلاشات كرة القدم، حارس المرمى بيدلع ابنه ازاي؟ بيبوسوا ايده ورجل. يبوسوا ايد ورجل عشان بيشوطوا الكرة بايده ورجل يعني. عارف انا لما اقول لك مثلا انت لو فتحت مطعم واسمك احمد سعيد برجر. ما انت لو فتحت محل هدوم داخليه هتبقى عمر كلوتات. ده اخر فيديو ليا على يوتيوب. عارفين مين المطرب المفضل عند مدرسين الفرنساوي؟ محمود الليثي. جو مابيل ابي. يا اسطى انا نفسي اضحك اقسم بالله وانا مش بعلي عليهم. يا اسطى انا ما عنديش مشكله معاهم. آه. بس ده قشطه انا ممكن اتفرج عليه مش هبقى متضايق. ربنا بس يسعدهم. الفكره ده الهزار البدائي يعني الحاجه العاديه اللي هو انت بتجيب حاجه على وزن حاجه. يعني انا مثلا متاكد ان انا مش اول واحد اقول لك احمد سعيد برجر. ولا عمر كلوتاتو يعني. يعني احمد حلمي حب ينزل مظاهره. احمد سلمي. وزاره سلميه بقى. احمد حلمي احمد حلمي وهو طفل. احمد شلني. احمد السقا اشتغل في بنك التعمير والاسكان. احمد الشقه. طب اهو انا بيس كيك جامدة ما انا أوي. غني برضو اهو. ما انت طب بتقول قول لي حاجه على زياد زازا. زياد زازا راح محل ديكور. ايه يا نهار اسود. زياد زازا راح محل ديكور. ايه فازا. ايوه زياد فازا. اوكي جامد. عارف زياد زازا لما بيسمع افيه من بيس كيك بيعمل ايه؟ ده كان رضوان. يا رضوان. حلقة المشروع. هو قصده اللي هو محمود الليثي لما يغني فرنساوي هموت عليها يا ماما عشان فرنش. اوكي انا فهمت. انت برضه عشان اغنى مني بص شويه. وانا يعني انا كنت طبعا انت أقدر. معاك كام عامه في البنك دلوقتي حاجه في جيبك؟ دلوقتي حالا وانا محفظتي في العربيه برضه كام تقريبا؟ يعني يخش لهم في 1200 جنيه. ماشي معاك كاش. 400 فاهم؟ معاك 400. ايوه بالظبط عشان كده الافيه وصل لك. انا هو ده مثلا في جيبه 5000 جنيه في جيبه كاش. ده في خده في يا مثلا لا. بتاخد. قلاشات عن الخضار والفاكهة. اوف. ده ضحك قبل ما يقول. هو مجهزها. خضار وفاكهه. ايه جناية قاعدة حزينة لوحدها كده وبتعيط، اصحابها راحوا قالوا لها ايه ده مالك في ايه؟ قلت لهم وقعت على رجلي اتقورت. دي كتابة ريم. ايوه دي ريم. بتنجانية قاعده قالت لهم وقعت على رجلي انا اتقورت. فهمت الفكره بس انا حاسس ان البت دي ان هي المفروض ما تقولش كده. حاسس ان احسن من كده يعني. هقول لك انا حاجه احلى. مره خضار وقع في الميه جابوه ازاي؟ رموا شبت. احنا كده بنقولها بنضحك. دي مشكله. تصدق انا فهمتهم. وانت لما بتبقى عايزك انت اللي بتضحك. ايوه ومحدش ضحك عامه. هو عمال بيتفرج انت ليه متضايق مننا احنا يا جماعه والله. هي بتيجي كده انا فهمتهم. خلاص. خلاص غاية. احنا اسفين يا بيس كيك. انت بتخلي طفل يكره الساعه 8 الصبح، انت بتجيبه صاحي مضروب بالجزم وتوقفه وتدخله في باد تريب بقى. الات موسيقيه غريبه جدا. حد شاف الات موسيقيه في الطابور اللي هي بتاع تن 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 تن؟ لا واحد معاه اكورديون، واحد معاه اكسليفون، واحد معاه مثلث بيخبطه، واحد معاه برجل بيشقه ادوات، كل واحد معاه توستر بيطلع منه مزيكا. ادوات غريبه قوي. مفيش آلة موسيقيه في الطابور دي كل. هات بيس كيك. انا حاسس ان هو الشيخ الشعراوي السوشيال ميديا دلوقتي. انا حاسس ان هو ايه. انا حاسس ان هو عم هاني بس تخن. وقلع النضاره ونفس بيشتم بنفس الطريقه وكل حاجه فاهم. بس هو بالظبط. لبس وتخن بس مش اكتر. انت عارف ان انا لما كل ما بشوف محمد عبد العاطي بحس ان انا لازم العب جاتا وانا بشوف. وعامة بتحس ان هو او لو انت بتلعب تحس ان هو بيتكلم جنبك. ايوه انا لو لعبت مود عربيات جي تي ايه هتحس ان صوت عبد العاطي شغال. انا بتكلم عن عبد العاطي كيوتيوبر بس بنهزر طبعا على عبد العاطي، ما ينفعش عشان نتكلم. هو بص، اضخم. تلاتة. هو قدنا مرتين وممكن يمسكنا لا يطلع. وبعدين عايز اقول لك ان هو
ساعات بشوفه في اكتوبر. يا نهار، انا شفت قبل كده وسلمت عليه بايدي. انا رحت قلت له بحبك فشخ. هو لازم مش ده قادر. عارف الماسونيه؟ ايوه تقدم له الولاء والطاعه. هو ده اصلا تلاقيها فوق الهرم، المسا- واقف فوق الهرم. ده اللي واقف فوق الهرم. انا البت دي بحب اللوشن اللي بتحطه على ايديها، ما اعرفش ليه. ودي ودي حاجه اصلا انا فاكر ان هو ايديهم بتبقى عامله كده. ان هي ايه هي ايديهم بتلمع كده. دي حاجه اصلا. يا حبيبي؟ انت فاكر البنات بتلمع انا وكده؟ اصلا فاكر ما بيطلعلهاش شعر. معلومش. اشتغلني يا اسطى. يعني انا لو شفت بنت بتلمع هي جايبه حاجات غاليه حلوه يعني كويسه ماشي براند. تمام، بس انا بالنسبه لي البنات كده طبيعتها. لا مفيش بنات ما كده. تبوظليش يا اسطى في فكرتها على البنات. البنات عادي جلدها بيقشف وبيجير لما بتستخدم انت صابونه. بتتكلم مع بنات وكده؟ يعني ليك مش تعامل مع البنات؟ بيردوا يتكلموا معاك؟ بيتكلموا معايا عادي. انا مش عارف، انا بقالي فتره بتفرج على مكاوي، بس كل ما بروح اكلم واحده بلاقيها ان هي انت بتكلمها ازاي؟ بتخش عليها ازاي؟ بتقول لها ايه؟ بخش اقول لها تلاقي على حماد. انت بتبص لها كده؟ بروح اقول لها مثلا عايزين ديت سوشي على فكره، راح اعمل لها كده اقول لها انا اللي هندلته. في بتتعامل ازاي؟ يعني لو عايز تتعامل عادي ما تحطش انت بتتعامل ازاي. عارف العطسه؟ ما تركز عشان تيجي. اوكي يعني انا اروح انت عايزني اعملهم زي ما عامل عادي صحابي؟ بالظبط. يعني يا عم انت عبيط يا بيرجو. البنات على فكره عادي زيهم زي بيعرقوا بيعملوا لا ايه يا اسطى العبط ده يا اسطى؟ بجد يا اسطى يا اسطى اصلا انا عارف ان في بنات بيبقوا شبه البني ادمين شويه، بس لا. هم بالماء ما عندهمش شنبه. ايوه يا اسطى هي زي البت دي كده بالظبط. ده الفطره. ايه ده مين ده؟ ده حاجه محمد اسمها فرج يعني. محمد فرج اسمه. هو لسه موجود اصلا؟ اه. مش محمد فرج ده دلوقتي بيعمل مش عارف عنده شركه براندنج. اسمها فايرال. هو عامه شركه اسمها كده، هو صاحب الشركه محدش يعرفه دلوقتي. ما حدش يسمع عنه. يا هو مش بفايرال. ثلاث حاجات توكسيك فيك. في انا انا جميل قوي، ان انا راجل وجدع. انا راجل قوي، إن أنا عندي هرمون التستوستيرون عندي. انا يعني خلاص عايز اخد يعني اطلع تستوستيرون اصدره بره. ايوه. طب بص التيشيرت معمول كده بصوا يا جدعان، بصوا. استنى بص انا عندي عضلات خلي بالك. بصوا الباي. استنى ماشي. خالص. طب هو يا محمد فرج حاطط برضو البتاع، بس هو بيلمع نفس اللمعه يعني. لا مش حاططها، ايده عاديه. هو بتلمع بس هي فيها شعر، ده الفرق الوحيد. هو بيطلع له شعر ده. هو بس مش عامل سويت، فاهم؟ بس كنت عايز اقول لابس. لسه مش عايز اتخيله كده عامه. حاجه ممكن اتخيلها محمد. طبعا من ناحيتي. اسمع مش هينفع اتفرج عليه تاني بعد ما قلنا عليه كده. بص ده برضه برنامج بيقول لك ايه اللي احنا كنا بنتكلم فيه. ان هو بيخليك انت كراجل ذكري بتبقى برودكت. بتبقى طاووس. ده بالله كده. وهي تقول لك اوكي انا موافقه، وتصفي بقى في تصفيات. تشوف مين دمه اخف منك. ايه علاقه دمي الخفيف بان انا اتجوز؟ اصل مش عارف دمه خفيف ده عامه يعني. انا بحس اصلا اي حد دمه خفيف، مش هقولها كده لا، كنت اقول لك ان هو بيداري على حاجه بس ما ينفعش اقولها. هو دي الحاجه اللي هو عشان تقبله. انا عامه دمي تقيل فشخ. انا خرا يا اسطى. انا سم. زبالة. انا سم. اهلا بيكم في تقدم. قدم بقى الكلام ده بقى. الاربع الاربع دول داخلين على واحده. داخلين على واحده كده وعايزين بس ده داخل بجد. ده اصلا بيبص لي هناك. ايه عليه؟ اكتر حاجات بدور عليها في الريليشن شيب هي الثقه والتفاهم والكيمستري. انا حاجه بدور عليها هو انتي. انا احمد صافي، واكتر حاجه بدور عليها في الريليشن شيب الثقه والكيمستري. معلش هو حاجه ثالثه نسيتها دلوقتي. هو انا لما كبروا وشي انا ما استغربتش. كبرت وشي ما حسيتش بحاجه. من حواري الديور. تفاهم. شفت احنا فاهمين بعض ازاي؟ على يحيى الصادي، ويعني اللي انت نفسك فيه هعمله لك بجد والله. انا مروان المسلماني. انا عارف انت عارف الفيديو بتاع احمد حلمي بتاع محسوبك بقى ضعيف الشخصيه موت. يعني انت من ايدي يعني ما شاء الله من الحاجات اللي انت قلتيها دي. انت قلت الثقه. يعني هو بقى لك واقف الطابور كله مجهز. مش مجهز الجمله اللي هو يقولها. وبعدين الواد ده مين اصلا؟ يعني انا اعرف الثلاثه شفتهم قبل كده. لا بس بص هو مستخبي ورايا. ورا ايه يا اسطى؟ انت خدت بالك؟ افتح كده عشان هتلاقي كرش بيتهز لو بيضحك. مامتك عملت ايه؟ ازاي؟ بس هو واقف نفخه فاهم. مفيش لو هو قاعد بتلاقيه بيعمل كده. مامتي عملت ايه لما شافت صورتك؟ قالت لي ومالها اللي واقفه جنبها.
يعني الواد ما شاء الله فحل يعني فحل مصري اعمل لها كده وانا ماشي والله العظيم. مش عارف صاحبه اسمه سام باين حاجه، بس البت دي شبه البنات اللي في كفر الشيخ. بص بقى جايبين لك 1 2 3 4 5 6 7 شحوطه. بيقول لك البنت زي الميه تمسكها تثبت عليها بعد تحس كده ان انت امتلكتها وفي الاخر تبص عارف الستات دول عاملين زي ايه؟ عامله زي الميه تمسكها وتثبت عليها وتحسسك اللي انت امتلكتها، تفتح. مش قصر يا معلم، مش قصر يا معلم.